في مونديال 1938 نظمته فرنسا وللمرة الثانية على التوالي. كان في قارة أوروبا. نظام المسابقة لم يختلف عن المونديال السابق، وكان الدور الأول بنظام خروج المغلوب. في الربع النهائي حققت إيطاليا انتصار تاريخي على المضيف فرنسا ب3 أهداف مقابل هدف، وكان تألق لافت للنجم لاتسيو روما سيلفيو بيولا. باقي النتائج هذا الدور: البرازيل أزاحت وصيف النسخة السابقة تشيكوسلوفاكيا، وتأهلت المجر على سويسرا، فيما سحقت السويد نظيرتها كوبا ب8 كاملة. وصلت المجر عروضها القوية لتصل لنهائي الدورة. في الجانب الآخر التقت حاملة اللقب إيطاليا بالبرازيل، وتمكن الطليان من إقصاء السيليساو بثنائية لهدف واحد، ليكون مرة أخرى في النهائي المونديال. على ملعب كولومب بالعاصمة الفرنسية باريس، تقابلت إيطاليا والمجر في نهائي مونديال 1938. في بداية المباراة تمكنت إيطاليا من تسجيل أول أهداف المباراة عن طريق أسطورتها ونجم فريق لاتسيو روما، أتكلم عن سيلفيو بيولا. بعد ذلك عدل تيتكوش لاعب المجر ليتقدم إيطاليا من جديد بهدفي سيلفيو بيولا وجينو كولوسي ليقلص النجم جورجيو شاروشي الفارق، ولكن جينو كولوسي قضى على أمل هنغاريا بإضافته الهدف الرابع، ويؤكد قوة الطليان في سنوات الثلاثينات بتحقيق لا سكودرا أتزورا اللقب للمرة الثانية على التوالي، وتتويجها بمونديال 1938 كان في فرنسا.